طب يا دكتوره، انا ممكن اذي حد من غير ما اكون قاصده؟ ممكن اذي حد من غير ما اكون قاصده. يعني دي بقى هنصحه نصيحه تغرقه فعلا؟ دي اه قصه كبيره جدا اه جدا. احنا اتكلمنا بقى عن اللي قاصد، يعني حضرتك اتكلمتي يعني عن اللي قاصد. انا هقول لحضرتك على حاجه. مم. احنا دلوقتي عندنا مم. دي بقى من الحاجات اللي نفسي اقولها للناس كتير. أيوة. وهرجع فيها برضو للحلقه بتاعت صديقي فيسبوك، فاكراها؟ ايوه لما كنت بقول لك ان مم. حضرتك مثلا مخنوقه من اي حاجه او اي حد او اي موضوع، يعني مش شرط زوج او كذا، اي حاجه في الدنيا، حاجه في حياتي مضايقاني، تمام. ورحتي كاتبه على الفيس ايه رايكم يا جماعه في كذا، يرضيكم حماتي تعمل كذا، يرضيكم صاحبتي تعمل كذا، سالتي. هنا احنا بنقول ممكن نلاقي 1000 كومنت، صح؟ ايوه. وكلهم بيبقوا عكس بعض اوقات. مش بس عكس بعض، ممكن يكونوا 100 رأي اصلا. ايوه. مش بس يعني مش مجرد رأيين حتى عشان تحتاري او تبقى الموضوع سهل يعني. آراء كتير. طيب هل الناس دي كلها وحشة او مؤذية؟ لا. ده ممكن تكون معظمها او يعني على الاقل اللي بتعلق او هي ما تعرفكيش حتى، ما فيش مجال للحقد او الغيرة او اي حاجة يعني. تكون فعلا بتنصحك بصدقا، يعني حبالك اللي هي حبه لنفسها. لما تيجي تقول لها مثلا انا جالي عريس كذا كذا، ينفع اتجوزه؟ تقول لك لا يا بنتي اوعي تتجوزي واحد زي ده هيتعبك ويطلع عينك. او اتجوزيه وماله ومش عارفه ايه، طب والله انا جوزي كان كذا 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 كذا. في طبعا برضو ناس اشرار برضو، يعني بيبقى نيتها يلا اشمعنى انا اتالم، حتى يعني لو مش عارفاني، اشمعنى انا اتالم. ممكن في ناس كده حتى لو مش عارفاني. لا دي عندهم خلل نفسي رهيب، اللي هو ايه اشمعنى انا اتاذيت في الدنيا. لا حول ولا قوه الا بالله. ايوه فاهمه قصدي؟ فهمت قصدك. فاهماني؟ ايوه فاشمعنى انا اتاذيت؟ لا خليها هي كمان تتاذي، ما عنديش مشاكل. فاهمه قصدي؟ قصدي؟ ناس تبقى نفوسها ضعيفه برضو. طبعا انت شوفي قلتي ضعيفه، بس طبعا هي ضعيفه جدا، برافو عليكي، يعني ان نفسه قويه ما بيعملش كل ده. طيب فاحنا بنقول لها حاجه مهمه جدا. انا ممكن اكون نيتي خير قوي، وهي الناس بتقول لي انا جاي لي مثلا عريس ايا كان صفاته، ونيتي خير جدا، وانا بقول لك اوعي ترضي بحاجه زي كده، لان انا لا يمكن اقبل هذا الرجل. تمام. ففي ناس بقى عندها الحته دي فاهماها غلط. لما جاي اقول لها انت ليه يا بنتي قلتي لإيناس كده، يعني ممكن احنا نفترض ان احنا 3، فإيناس جايه بتقول في عريس جالي، والتانية راح تقول لك ايه، لا اوعي ترضي بيه على فكره، ده كذا 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 كذا، اي حاجه بقى، وهي صادقه، يعني هي صادقه في قولها. هي باصه من منظورها، قصدي حضرتك تقولي كده؟ لا هي باصه من منظور ان احب لاخيك ما تحب لنفسك. ان هي حبالك اللي حباه لنفسها، العريس يبقى مناسب، ان هي ما دام مش عاجبها يبقى مش هيعجبني انا، او مش هيناسب ليا، يبقى هي مش راضيهولك. طالما هي مش هترضى بيه ليها، هترضى بيه ليكي. او طالما عاجبها، على فكره ده يا عريس والله لو انا ما كنتش متجوزه يا بنتي كنت اتجوزه، اسمعي الكلام واتجوزيه. او مثلا كان نفسي اتجوز راجل غني، فيجي لك واحد غني، او انا اشوف واحد غني، وبتحصل دي كتير قوي مع الخطبه يعني. دي بقى لما يعني احنا اتكلمنا امبارح في حلقه زواج صالونات. الخطبه بتعمل كده، بتبقى نيتها خير، مش لازم يبقى نيتها ماديه او فلوس. ده محورنا، صح؟ طيب فنفس القصه احنا لما بنعمل كده بيحصل ايه بالنسبه لنا؟ بتلاقي ان هي نيتها خير، وان ده عريس لقطه للعروسه دي، بس هم مش مناسبين خالص. هي تتمنى لبنتها، بس يا ريته يرضى ببنتها يعني. ايوه فهمت قصدك. ايوه يعني مثلا ممكن تكون بنتها، يعني هو عاجبها جدا بس ما يتناسبش مع البني ادمه دي. فهي هنا مفهوم ان حبي لاخيك ما تحبي لنفسك. انا متخيله ان انا لما بقول لك يا ايناس ما تتجوزيهوش، هو ده انا بحقق، انا كده بحبك وبنصحك. طب هل هذا ينافي حديث النبي ولا لا؟ ايوه هي دي بقى النقطه. ان انا لازم افهمها ازاي احب لك، وازاي ابقى بفيدك، ما بقاش بضرك. هنا بقى ده الفرق اللي احنا بنعمله في الاستشارات، واللي احنا حتى بنعلمه للناس في الكورسات. ان ازاي تبقي واقفه محايده. ويمكن كلكم كده بتقولوا عليا ان انا عارفه اكون محايده بين الراجل والست. هي فعلا محايده في كل الحالات، دي حقيقة. صح. وممكن ابقى محايده بين مثلا اختي وصاحبتها، او اختي وجارتها، او اختي وجوز اختي، يعني ليه؟ لان انا اتعلمت ان انا اشوف من زوايا اخرى، مش من زاويه ان دي اختي وانا موجوعه لها وانا ما اقبلش تتجوز الراجل ده، وازاي يعمل فيها كذا وكذا وكذا وكذا. حتى لما بتحصل معانا احيانا، واحنا بشر يعني، اكيد ممكن ما ابقاش طايقه ان جوز اختي يزعلها كلمه، ما اكيد هزعل عشانها يعني، طبعا ده اكيد. وبنتي لو بنتي وكذا لازم هزعل، لازم. لكن تهذيب النفس، انك تقفي هنا في لحظه لازم تعملي ستوب، ان الكلمه هتتحاسبي عليها.
ما انا اختي ممكن تكون مش حقانيه، ممكن تكون ظلماه، ممكن تكون مش كويسه، ممكن تكون كذا. بنتي ممكن تكون مزعله جوزها، ممكن تكون عامله كذا، ممكن تكون كذا. يعني يمكن انا ممكن اتخانق مع جوزي اسهل من ان انا اكون حكم ما بين اختي وجوزها او بنتي وجوزها. هتخانق مع جوزي دي برضو حاجه خاصه بيا، لكن ما اذيش حد. فهمتي قصدي؟ فهمت قصدي. فدي نقطه خطيره جدا. طيب احنا عشان نحكمها او عشان نظبطها محتاجين نتعلم حاجه واحده مهمه جدا جدا جدا. هي فكره ان اللي يناسبني غير اللي يناسبك. يعني لو حضرتك ليكي واحده صديقه، حضرتك مثلا يعني انا هضرب مثال يعني منتشر شويه. انتوا اتنين اصحاب، حضرتك مثلا خريجه كليه مرموقه، وهي مثلا خريجه مثلا معهد متوسط مثلا يعني. فهي جالها عريس مثلا برضو خريج معهد متوسط. طبعا حضرتك ممكن يكون تفكيرك كله انا يمكن ارضى بواحد الا اذا كان بكالوريوس او كان مع دكتوراه او كذا او كذا او أيوة. كذا. أيوة. فتبتدي صاحبتك تسالك ايه رايك، جاي لي واحد كذا، تقول لها شهادته ايه، تقول لك كذا، تقول لها لا لا اوعي ترضي بحاجه زي كده. مع ان هو مناسب ليها هي. أيوة. مناسب ليها هي. فانت متخيله وانت بتنصحيها ان هي دي حب لاخيك ما تحب لنفسك، لان بما اني ما رضوش بقول لها ما تتجوزيهوش. ايوه. مع ان هي ممكن ما تعرفش تتعامل مع الراجل اللي مركزه عالي زيك. ايوه. ده مثال. انا كده بضرها من غير ما اشعر. بضرها من غير ما اشعر. فلازم هنا ده اللي احنا بنعلمه للناس وخصوصا في الارشاد، انك لما يجي حد يسالك في اي حاجه، يعني في اي راي، شيلي نفسك من الموضوع خالص. ايوه. امسحي شخصيتك تماما، خليكي حياديه. حياديه بس ازاي؟ خدي منها اسئله. يعني انت مثلا ما عندكيش مانع في الشهاده المتوسطه؟ هتقولي لك ايوه. استفسر منها الاول. ايوه فهمت. فاهمه قصدي؟ يعني الم الجوانب قبل ما ادي النصيحه. انت ما عندكيش مانع في الظروف الماديه، انت ما عندكيش مانع ان هو بيقبض كذا تقدري تعيشي بالمبلغ اللي قال لك عليه ده. لو هي جايه تقول لك مثلا ده جاي بيقول لي ايه رايك اوافق ولا لا، ده مثلا هيعيشني ب 1000 جنيه في الشهر، فانت ما تقدريش، انت بتعيشي ب 20000 جنيه في الشهر، تقولي ايه يا بنتي دي عيشه؟ ممكن تكون بتضريها وهي ممكن تكون فقيره جدا وال1000 جنيه بالنسبه لها زي الفل. ممتاز. او مش ممتاز، ممكن يكونوا مش قوي. هتمشي هي عايزه يعني 2000. هي كانت عايزه 2000 ف1000 هتمشي. فانت رحتي بوظت لها الدنيا خالص. فانت بتبتدي تقولي لها طب انت ايه رايك، انت شايفه ايه بالنسبه لل1000؟ شوفي انا اهو بعيش ب20 و30000 و100000، بس اجي اقول لها طب انت ايه رايك، هي ال1000 بالنسبه لك يعني انت شايفاها كويس؟ ممكن تلاقيها تفاجئي بقى تقول لك ايه، بصي هي كويسه بس هتزنقني. فانت ممكن تصدمي هنا. ايوه. تزنقك انت بالنسبه لك هتصرفيها في لحظه في ثانيه. صحيح. لكن هي تقول لك ايه، ممكن ما تكفينيش مثلا غير 20 يوم مثلا يعني. فتبتدي تقول لها طب بسيطه، ما انت ممكن تعملي جمعيات بقى وتعملي كذا 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 وبس، يلا خير ما دام الراجل عاجبك. هنا انت حبيتي لاخيك ما تحبي لنفسك، مش بالمفهوم الاخر بتاع اوعي تتجوزيه انا حبيت لك الخير. لا، بمفهوم ان انا فهمت واديتها النصيحه عن فهم.